جه بقى الفيديو الرابع اللي هنتكلم فيه على علاج الصدفية والروماتويد الصدفي، فمرضى الصدفية ومرضى الروماتويد الصدفي يجمعوا كلهم هنا. أهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. طبعا أساتذتنا دكاترة الجلدية هم اللي بيبدأوا العلاج دايما بعلاجات موضعية، مراهم، لوسيون، شامبو، كريمات، والعلاج الضوئي بمختلف أنواعه، اللي هو ممكن يبقى أشعة فوق بنفسجية، وممكن يبقى في بعض الأحيان المراكز متخصصة للعلاج بالكبريت والرمل والحاجات دي، وممكن كمان يبقى في علاج بالليزر. تاني معلومة مهمة جدا لازم تعرفوها إن 90% من مرضى الصدفية بيحتاجوا أدوية منظمة للمناعة غير العلاج الموضعي والعلاج الضوئي خالص. وبالتالي مهم قوي إن احنا نسأل دكتور الجلدية دايما هل أنا محتاج آخد علاج ولا لأ. وفي الحالة دي بقى بنقسمها إلى 3 مجموعات كبيرة. المجموعة الأولى اسمها مجموعة العلاج التقليدي، زيها زي الروماتويد تقريبا، ميثوتريكسيت والسلفاسالازين والليفلوناميد في حالات قليلة. الكورتيزون ما بنفضلوش قوي لفترات طويلة في الصدفية، ممكن نديه كحقنة أو ككورس صغير لمدة أسبوع 10 أيام، إنما ما بنمشيش عليه فترات طويلة. وزي ما قلت لكم بقت فلسفة العلاج الأمراض المناعية كلها إن احنا هنتخلص من الكورتيزون في أسرع وقت. نمرة 2 العلاج الموجه. وليه يا دكتور حسام انت بتصر دايما تحط مجموعه لوحده مش مع العلاج البيولوجي؟ اولا لانه دي التسميه العلميه المظبوطه، ثانيا لانه مختلف في طريقه شغله، ثالثا لانه قراص وبقى في انواع كتيره منه عاملاها الشركات المحليه وبالتالي رخص. في الصدفيه في كذا نوع من العلاج الموجه ممكن تبقى مفيده، وكمان في الروماتويد الصدفي. وبعد كده العلاج البيولوجي اللي هو عباره عن عائلات ترقى الى 30 دواء. يعني ايه 30 دواء بيولوجي ممكن يعالجوا الصدفيه؟ عيله اسمها مضادات التي ان اف، عشان كل الناس بتبقى فاكره ان انا خدت علاج بيولوجي خدت نوع واحد هو ده اخر العلاج البيولوجي. لا، الحقيقه لا، العلاج البيولوجي عائلات وانواع. التي ان اف فيه 5 ادويه، الانترليوكين 17 في دوايين، انترليوكين 17 تاني في دواء جديد بس بيشتغل بطريقه مختلفه شويه، انترليوكين 23 في دواء بيشتغل فيه، انترليوكين 12 23 في دواء بيشتغل عليه، وعندنا ادويه لسه كمان في البايب لاين، وعندنا دواء بدا يبقى موجود في مصر في الفتره الاخيره اقراص بنحطه جوكر لانه ممكن يفيد بعض الحالات، اللي هو بقى موجود دلوقتي اللي هو الابريمالاست موجود في مصر. يبقى كده شفتوا كام اختيار ممكن الدكتور يحطه، وممكن يحط دواء تقليدي مع دواء بيولوجي، ممكن يحط دواء موجه مع دواء تقليدي. المهم ان احنا نخلي جلد العيان تقريبا المساحه اقل من 10%، ونخلي المفاصل بتاعته تقريبا ما فيهاش اي التهاب. بتقدروا تعملوا ده؟ بنقدر نعمل ده الحقيقه لو ما فيش مشكله اقتصاديه في 70 ل 80% من الحالات. انما في حالات طبعا بتبقى ريزيستنت، بتبقى مقاومه قوي. هنا بقى نمط الحياه مهم، زي ما قلنا تاكل كويس، تنام كويس، الحاجات اللي انت عارف انها بتهيج المرض تبعد عنها، تبعد ارجوك عن التوتر، ارجوك تبعد عن التوتر، ارجوك تبعد عن التوتر. مهم قوي الرياضه ولو نص ساعه كل يوم، وتتعامل مع الناس من غير ما تبقى خايف ولا مكسوف من شكل جلدك. دي نقطه مهمه جدا، وكلامي هنا فيه للشباب الصغير، لانه الحقيقه بيبقى الموضوع ساعات محرج لانه موجود في اماكن ظاهره للناس. مفيش اي احراج، ولازم توضح للناس ان ده مش حاجه معديه، وان انت تحت العلاج، وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ربنا هيشفيك ويعافيك. دي كده خريطه علاج الصدفيه، اللي هي عباره عن ادويه وعلاجات بتاعت الجلديه وعلاج ضوئي، بالاضافه الى نمط حياه صحي. وربنا يمن عليكم بالشفاء ودمتم سالمين.